هيفاء الحسيني، إشراقة عراقية في عتمة الطريق. أيضا يتعاملون معه، فلذلك تكون الشريعة. ولأنها حسينية المنهج والنهج، كان لابد أن تؤكد حضورها في أي مكان بشمم وإباء يواكبها قدرة وقوة وفن تجلى في حوار وحديث مع شخصيات عدة. إنها هيفاء الحسيني التي ولدت من أب نجفي يرجع بأصوله إلى آل بيت النبوة الأطهار. أما الأم فمن أم الربيعين الموصل الحدباء. أبويا النجف من أرض داح الباء، والحدباء أمي بحرفة ربتني. أبوي انطاك عمره يا عراق الخير، نزلت دمعته وعلى الفقر وصتني. بدأت هيفاء مسيرتها الإعلامية منذ وقت ليس بالطويل، بيد أن ذكاءها فضلا عن شخصيتها الممتلئة تحديا دفعتها إلى اختزال الزمن، ومن ثم تطويعه بين يديها لتخرج من نطاق المحلية إلى العالمية. البداية كانت مع باكورة أعمالها حينما أسست مركز المسار الحر للإعلام في مدينة الموصل، ومنه ولدت صحيفة المسار لتكون أول امرأة تؤسس وترأس تحرير صحيفة بعد عام 2003، وهو ما ذكره الباحث الدكتور منذر الحيالي في أحدث أبرز بحوثه عن الإعلام. أصبحت هيفاء عضوة في نقابة الصحفيين العراقيين، ومن ثم في اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحافة، وعضو في المنظمة العربية لحرية الصحافة، وعضو مشارك في المنظمة الدولية لحرية الصحافة في واشنطن، وكذلك عضو مشارك في منظمة حقوق الصحافة في كندا، كما حصلت على عضوية الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. ولم تكن الصحافة مرتعا لانطلاق مواهبها، بل تعدتها إلى شؤون أخرى، حيث تقلدت منصب رئيسة منظمة المرأة والأسرة العراقية، وعضو مشارك في منظمة المرأة والأسرة العربية، ورئيسة منظمة المرأة والأسرة العالمية، وعضو مؤسس لجمعية الطفل والأمومة الخيرية، وعضو مشارك في منظمة حقوق الإنسان في كندا، وعضو مؤسس في منظمة حقوق الإنسان الخيرية. كما تقلدت منصب مديرة العلاقات العامة للمعهد الديمقراطي للتنمية والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ممثلة المنظمة العالمية في الشرق الأوسط. وفي مجال الكتابة نشرت هيفاء الحسيني نحو من 170 مقالا وبحثا عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، كما شاركت في مؤتمرات محلية وعربية ودولية عدة. وفي المجال التلفزيوني قدمت العديد من البرامج، منها ما يهم قضايا المواطن العراقي وشؤون حياته، حاورت فيه معظم مسؤولي الدولة العراقية، كما قدمت برامج عنيت بمد جسور المحبة والتواصل بين العراقيين داخل الوطن وخارجه. وهكذا خرقت هيفاء جدار التقوقع منطلقة من المحلية صوب العالمية، لتحلق في فضاءات الإبداع الإعلامي على أجنحة النوارس الحالمة بيضاء القلب والقالب، فكان أن بلغت القمة بحصولها على درع السلام من الأمم المتحدة في احتفال حضره بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة، وكان صوت هيفاء يهدر فيه عراقيا عربيا عالميا بمسحة إنسانية يحكي آلام المرأة العراقية ويطالب بحقوقها. وهكذا حازت هيفاء على جائزة السلام البيضاء، فغدت أجنحة النوارس حقيقة لا يشوبها خيال. كما تم تكريمها من قبل منظمة USAID الأمريكية، حيث اختارتها ضمن الفريق الدولي لمساعدة الشعب الليبي في مرحلة ما بعد القذافي، وحصلت على جائزة أفضل ناشطة في مجال حقوق الإنسان قدمتها منظمات حقوق الإنسان الأمريكية، فيما اختارتها مؤسسة الجواهري أفضل إعلامية لعام 2012. ومن أبرز إنجازاتها في المجال الإنساني بناء مستوصف في محافظة صلاح الدين
بصفتها ممثلة للمنظمة العربية للمرأة التابعة للجامعة العربية في العراق، كما قامت ببناء مدرسة في كل من محافظة الأنبار وديالى وصلاح الدين. وخلال فترة عملها في الأمم المتحدة تمكنت من الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار لدعم عمل المنظمات الإنسانية العراقية، كما حصلت حاليا على منحة مالية من منظمات عالمية لمعالجة الحالات المرضية خارج العراق. وهكذا سرقنا من عمر الزمن هنيهات نحكي فيها قصة امرأة عراقية أبت إلا أن تتربع عرش الإبداع في وقت قصير وتلبس تاج العالمية من على منبر الأممية التي احتفت واحتفلت بها. وقد دفعت هيفاء ثمن التزامها بالكلمة الحرة عبر دماء سالت بعد اغتيال أبيها وشقيقتها، بيد أنها مضت غير آبهة بأشواك الطريق، فسارت بخطى حثيثة لتكمل مسيرتها الحافلة بالعطاء وتتسلق سلم المجد بإرادة أصلب من الصلابة، لتعلن للعالم: ها أنا ذا هيفاء، عراقية الأصل، عربية الأصالة، إنسانية العنوان والعنفوان، امرأة بعفة وعفاف تسير صوب الهدف بقدرة وثبات. واحد يا وطن من زاخو حد الفاو، واحلف مو عراق اللي يرضى نتقسم. واحد يا وطن من زاخو حد الفاو، واحلف مو عراق اللي يرضى نتقسم. الفكر الطائفي قسمنا لا مجنون، عراق بلا عراق شلون ما نرهم. الفكر الطائفي قسمنا لا مجنون، عراق بلا عراق شلون ما نرهم. يا رايد تفرق اقرا بالتاريخ، هولاك وش قدر مو من قبل هدم. يفرقنا الوقت ونهاجر من الضيم، وبحضن الوطن سرعان ما نلتم. شعب واعي الشعب يفهمها كل الزين، وعشق هذا الوطن بقلوبنا وبالدم، وعشق هذا الوطن بقلوبنا وبالدم.